في حرب إثيوبيا والصومال عام 1964 أصبح رمزاً للمقاومة الصومالية، حيث قاتل من أجل حلم الصومال الكبرى، القوة العسكرية في أوائل الستينيات، القوة الاستراتيجية والنضالات. بعد الحصول على الاستقلال في عام 1960 كافحت جمهورية الصومال لبناء جيش وطني. قامت الحكومة الجديدة بدمج القوات العسكرية الاستعمارية السابقة الإيطالية والبريطانية لتشكيل الجيش الوطني الصومالي SNA. كان لدى الجيش الصومالي في البداية معدات وتدريب محدودين، حيث اعتمد على أسلحة قديمة من الحرب العالمية الثانية، وكانت السنوات الأولى تتميز بالحاجة المستمرة لتحديث الجيش. على الرغم من هذه القيود، أدركت الصومال بسرعة أهمية وجود قوة عسكرية مدربة جيداً ومدفوعة أيديولوجياً، متأثرة بديناميكيات الحرب الباردة الأوسع. بلغ عدد الجيش الصومالي حوالي 5000 إلى 6000 جندي في الخدمة الفعلية، مع دعم من المقاتلين الفدائيين من منطقة أوغادين. كان لدى الصومال قوة جوية صغيرة، ولكنها متنامية، بمساعدة مستشارين عسكريين سوفييت ومصريين. بحلول منتصف الستينيات تم تدريب الضباط الصوماليين مثل الجنرال صلاة جابر كيدي في الاتحاد السوفيتي ومصر، مما جلب التكتيكات السوفيتية الحديثة إلى الصومال. بدأت الأسلحة المشاة الموردة من الاتحاد السوفيتي إلى جانب الدبابات والمدفعية السوفيتية في تحديث الجيش الصومالي. المساعدة السوفيتية كانت القوة الجوية والمدفعية الصومالية أقل تقدماً من نظيرتها الإثيوبية. واجه الجيش صعوبات في الدعم اللوجستي وصيانة المعدات، مما أعاق قدرته على الأداء في النزاعات الممتدة. اندلعت حرب الحدود الإثيوبية الصومالية عام 1964 بسبب النزاعات الإقليمية في منطقة أوغادين، حيث يعيش الصوماليون العرقيون تحت السيطرة الإثيوبية. شنت القوات الصومالية تحت قيادة الجنرال كدي سلسلة من الغارات السريعة والاستراتيجية في أوغادين، على أمل إثارة التمرد وتأمين المنطقة للسيطرة الصومالية. اعتمد الجيش الصومالي على تكتيكات حرب العصابات، حيث تحرك بسرعة واستخدم السكان المحليين للحصول على المعلومات الاستخباراتية، بينما عطل خطوط الإمداد الإثيوبية. أداء الجيش: حققت القوات الصومالية مكاسب مبكرة، حيث استولت على مواقع رئيسية، بينما فقدت إثيوبيا بجيشها الأكبر أكثر من 3000 إلى 4000 جندي إثيوبي قتلوا أو جرحوا. لفترة وجيزة أصبح رمزاً للمقاومة الصومالية، يقاتل من أجل حلم الصومال الكبرى، مسيطراً على بعض مناطق أوغادين. لعبت قيادة الجنرال كيد دوراً محورياً في تكتيكات المعركة، حيث استخدم القوات المتنقلة والوحدات غير